ضحكوا عليكي وقالوا لك ان بشره الكوريين حلوه بسبب الجينات. السر اللي وصلت له وانا بعالج بشرتي هو انك ازاي تختاري المنتج اللي يعالج من غير ما يبوظ. الفتره اللي فاتت انا كنت بجرب منتجات كوريه كتير جدا، كان من ضمنها البراند ده اسمه ELT، واكتشفت ان هو من اشهر براندات في كوريا وموجود في الصيدليات، حتى الدكاتره بترشحه. وصراحه كده اكتشفت كام حاجه عايزه اقول لكم عليها. يعني لو بشرتك بهتانه وعايز تخليها مترطبه وفريش طول اليوم، فالكوريين حرفيا يا جماعه مش بيستغنوا عن التونر بادز في روتين بشرتهم. هي الخطوه اللي بيحضروا بيها البشره انها تمتص كل المنتجات بعد كده بطريقه سريعه. ELT سموا التونر بادز دي مالتي فيتامين لانه حطوا مجموعه كبيره جدا من الفيتامينات اللي بترطب وبتحفز انتاج الكولاجين. شايفين حجمها كبير ازاي اصلا يا جماعه؟ دي اول تونر بادز تكون مغطيه الخد كله، وكمان بتساعد ان هي ترطب البشره بعمق. تفتكري ليه معظم سيرمز فيتامين سي اللي انت استخدمتيها عشان تعالجي بيها اكسده بشرتك وانت بره وتزودي النضاره، للاسف ما لقيتيش نتيجه في كل المشاكل دي؟ الفكره كلها في التركيبه، وده اللي قلت لكم قبل كده. يعني السيرم ده تقدري تحطيه كل يوم الصبح على بشرتك قبل ما تنزلي عشان تعالجي الاكسده والبهتان وتزودي النضاره، وده بسبب ان هم حطوا مشتق اكتر استقرار من الاسكوربيك اسيد وبنفس قوته ان هو حافز انتاج الكولاجين، فلو في خطوط رفيعه تبدا ان هي تتعالج. واللي عجبني اكتر في سيرم ELT ان هو فيه ترانكزاميك اسيد والفا اربيوتين بتركيز مناسب ان هو يفتح التصبغات الجديده ومن غير مشاكل في بشرتك. وحرفيا انا بقيت 3 اسابيع بستخدم كريم العين ده كل يوم عشان الخطوط الرفيعه اللي حوالين عينيا. والله ما في يوم فيهم حسيت ان حوالين عينيا جاف او مشدود، رغم ان هم حاطين فيه مشتق اسمه الريتينايل بالميتيت، ده بالظبط شبه الريتينول علشان يحفز انتاج الكولاجين حوالين العين فيعالج خطوط رفيعه، وفي مواد كمان بتساعد على علاج الهالات. التركيبه بالنسبه لي ان هم حاطين فيه سنتيلا مع السيرامايدز، فبالتالي هو دوره ان هو يرمم حاجز البشره حوالين العين فيحميها من اي جفاف